المخاطر الذي يمثله هذا النزاع بالنسبة إلى استقرار المنطقة والسكان المحليين. السيدة الرئيسة، موقفنا ثابت بالنسبة إلى فرنسا أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، إن الاستقلال تحت السيادة المغربية هذا هو الإطار الذي من خلاله تحل هذه المسألة، ونحن ندعم خطة الاستقلال التي اقترحها المغرب في 2007، وهذا واضح وثابت. بالنسبة إلى فرنسا هذا يمثل القاعدة الوحيدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه بحسب قرارات هذا المجلس، ونرى أن التوافق الدولي يتصعب أكثر وأكثر في هذا الاتجاه. من المهم أن يقوم المجلس بأخذ ذلك في الاعتبار كما فعل ذلك في هذا القرار. إن الاستمرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة أمر ضروري، ونرحب بجهود المغرب في هذا الصدد. سترافق فرنسا المغرب في هذه المساعي لمنفعة السكان المحليين.